المشاهدون الأكارم، طبتم وطابت أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية الإرتيان، نستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. وزارة الزراعة تدعو خطة عمل لعام 2026. جهود للسيطرة على الأمراض المعدية في مديرية تسني. شرطة الإقليم الجنوبي تقيم أعمال عام 2025. مقتل أكثر من 200 في انهيار منجم بشرق الكونغو. أردوغان يبحث مع بزشكيان التوتر المتصاعد بين طهران وواشنطن. وبوتين يؤكد تسجيل زيادة كبيرة في صادرات روسيا العسكرية. أهلا بكم. عقدت وزارة الزراعة اجتماعات تقييمية في أسمرة يومي 29 و30 من يناير لمراجعة أنشطتها لعام 2025 ومناقشة خططها لعام 2026. وذكر في التقرير الذي قدمها فروع الوزارة بالأقاليم الستة والأقسام إنه تم تنفيذ أنشطة واسعة النطاق لحفظ التربة والمياه على مساحة 26 ألف هكتار من الأراضي، وتم بناء 30 سدا مصغرا في العام الماضي. في مجال تنمية المحاصيل تم زراعة أكثر من نصف مليون هكتار بنسبة 84% من المحاصيل، والباقي بالحبوب والبذور الزيتية، وأكثر من 11 ألف هكتار بالخضروات والفواكه. وذكر في التقرير أنه تم تنفيذ أكثر من 87% من خطة توزيع مليون فرخة، وزاد عدد المزارعين ضمن برامج الزراعة المصغرة المربحة من 12 ألف إلى 33 ألف مزارع. وفي صناعة العسل ارتفع عدد خلايا النحل إلى أكثر من 52 ألف خلية مقارنة بالعام الماضي، بينما زاد إنتاج العسل بنحو 30%. وبعد مناقشة التقارير دعا المشاركون إلى الاستخدام الكامل للسدود القائمة من أجل التنمية الزراعية وزيادة استخدام الأسمدة الطبيعية وتعزيز الاستفادة من الطاقة الشمسية في تطوير البساتين، وإنشاء وتعزيز جمعيات المنتجين الزراعيين ومكافحة المبيدات غير القانونية. وأكد وزير الزراعة السيد أرفاين إبراهيم أن وزارة الزراعة تعمل بجدية على أنشطة التنمية من خلال تقسيمها إلى 3 استراتيجيات، منها المزارع التجارية الصغيرة والمتوسطة والزراعة الأسرية الصغيرة والمتكاملة، وكذلك الزراعة المصغرة والمربحة حسب المستوى الإنتاجي. وذكر المسؤولون الزراعيون والخبراء عموما والخبراء الميدانيين خصوصا بضرورة العمل بجدية لتحقيق الهدف المنشود المتمثل في توفير غذاء آمن ومغذٍ للجميع قبل حلول عام 2028. هذا وقد حضر الاجتماع كبار المسؤولين والخبراء الزراعيين ومسؤولو الأقسام الزراعية والأراضي الإقليمية ومسؤولو وممثلو المكاتب الزراعية الإقليمية والمديريات وممثلو جمعيات ومؤسسات شركاء التنمية. انخفضت نسبة الإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسبة الأيدز والإنفلونزا والملاريا والأمراض المعدية الأخرى في مديرية تسني نتيجة لزيادة الوعي الصحي في المجتمع. وأفاد المدير الطبي لمستشفى تسني الدكتور جدي جبرولد لوكالة الأنباء الإريترية بأن عدد المواطنين المصابين بالأمراض المعدية قد انخفض، حيث يقوم المجتمع باتباع الإرشادات الصحية المقدمة لهم. ويقدم المستشفى خدمات لسكان مديريات تسني وهيكوتا وغلوج وجزء من المناطق من مديرية فورتساوا من خلال توفير المعدات الطبية والقوى العاملة وخدمات طب الأسنان والمختبرات والولادة والصيدليات والعلاج الطبيعي والأشعة الصينية، وكذلك الحاسوب الإسعافات الأولية وطب الأطفال. وحث الدكتور جدي المواطنين على الامتناع عن تناول الأدوية بأنفسهم دون استشارة الطبيب لما في ذلك من عواقب صحية سلبية. ذكر قائد شرطة الإقليم الجنوبي العقيد زي ميكائيل تخليا أن ضباط الشرطة يعملون بفعالية مع المجتمع وشرطة المجتمع لضمان الأمن والاستقرار.
جاء ذلك في اجتماعنا الذي عقد في 30 من يناير لمراجعة أنشطة الشرطة في الإقليم في عام 2025، حيث تم الكشف عن أن الجرائم انخفضت بنحو 4% مقارنة بعام 2024، بينما زادت معدلات الجريمة بنحو 8%. وأضاف التقرير أنه تم تسليم ممتلكات مفقودة بقيمة 3.7 مليون نقفة إلى مراكز الشرطة. وفيما يتعلق بأنشطة الشرطة المجتمعية، قيل أنه من المتوقع أن تقوم بعمل أفضل بإعدادها الحالية، حيث حث العقيد زي ميكائيل في الختام الجهات المعنية والمجتمع على زيادة تعاونهم في الجهود المستمرة التي تبذلها الشرطة لتقديم خدمات صادقة وفي الوقت المناسب. دعا مدير مديرية أسماط السيد محرن تخلاب في السيمينار الذي عقده في 24 من الشهر الجاري في منطقة أسند السكان إلى تعزيز مشاركتهم في برامج التنمية والحفاظ على المياه والآبار. وذكر في السيمينار الذي حضره الإداريين والأعيان ومسؤولون من مختلفة المؤسسات الحكومية بالمديرية وممثلون عن الشعب أن المستوى الذي تم الوصول إليه في ضمان الخدمات الاجتماعية أمر مشجع. وأفاد أنه فيما يتعلق بالتعليم توجد هناك 14 روضة و13 مدرسة ابتدائية و7 مدارس متوسطة ومدرسة ثانوية واحدة، أي ما مجموعه 35 مؤسسة تعليمية تعمل بنشاط، مضيفا أنه على الرغم من أن مشاركة الطلاب في المقاعد المدرسية أمر جدير بالثناء، إلا أنه لا يزال هناك الكثير مما يجب القيام به. كما ذكر أن هناك 3 مؤسسات صحية تقع في أروتا وشغالي وأسندا فيما يتعلق بالخدمات الصحية. وأضاف أنه تم تشييد سدين و3 خزانات للري تم إنشاؤها لضمان توفر مياه الشرب للسكان والماشية التي بدورها تساهم في إثراء موارد المياه السطحية وتلك الجوفية. وحث المشاركون الجهات الحكومية المعنية على إيجاد حلول لمشكلة مياه الشرب في إدارات ضواحي إيرا وشاكا وغريت، وصيانة طريق كرن أسماط باستخدام تربة مختارة، واستئناف خدمات النقل العام، وإلى اهتمام خاص لنقص المرافق الصحية بالإضافة إلى شبكة الاتصالات. قدم مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في مديرية الشعب دعما عينيا ل30 من الأسر المحتاجة تمثل في الماشية وعربات الكار. وذكر أن كل أسرة حصلت على ماشية أو عربة كار بتكلفة بلغت 10,000 نقفة بإجمالي تكلفة 300,000 نقفة. وقال ممثل وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في إقليم شمال البحر الأحمر السيد إسماعيل عثمان إن هدف البرنامج هو تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمحتاجين عموما ولأسر الشهداء خاصة. وقالت رئيسة مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في مديرية الشعب جبرة إدريس إن عملية إعادة التوطين نفذت في جميع الإدارات المحلية وحثت المستفيدين على العناية الجيدة بالماشية. تخرج في 29 من يناير بمديرية صالونة 40 فنانا شابا تلقوا تدريبا في الرقص الشعبي، وشمل التدريب الذي استمر شهرين وتضمن جوانب عملية ونظرية الرقصات الوطنية التقليدية وأنواعها، بالإضافة إلى إدارة الرقص وفقا لما ذكره مسؤول وحدة الثقافة والريادة بالمديرية الأستاذ عمر محمد ياسين. وقال المدير العام لإدارة الثقافة والريادة في الإقليم الجنوبي السيد أبراهام يوهنس إن هذا التدريب يعد استمرارا للبرامج الجارية لتطوير الأنشطة الثقافية والفنية، مضيفا أن الرقص الشعبي جزء من التراث الثقافي ذي التاريخ العريق، وشدد على ضرورة إيلاء هذا النوع من الرقص اهتماما بالغا. وبالمثل تخرج 61 شابا تلقوا تدريبا نظمه الاتحاد العام للشباب والطلبة في مهنة تحت الحجر والتجميل بحسب وكالة الأنباء الإرثرية. ورافق الحفل عروض للرقصات التقليدية الخاصة بالقوميات الإرثرية قدمها المتدربون. استشهد المناضل تسفاي ولد ميكائيل الملقب بودي مولا في 29 من يناير الجاري عن عمر ناهز 77 عاما جراء مرض ألم به.
التحق بصفوف القوات الشعبية لتحرير إريتريا في يناير من عام 1975، وناضل ضمن الوحدات القتالية وقسم حرس الثورة والإمداد، ثم عمل بعد تحرير البلاد في شركة البحر الأحمر الوطنية، وكذلك قيادة إدارة القوات الدفاع والفرقة 24 بمختلف مستويات المسؤولية. المناضل تسفاي ولد ميكائيل رب أسرة وأب لبنت واحدة، ووري جثمانها الثرى زهر اليوم 31 من يناير في مقبرة الشهداء بأسمرة. تعرب قيادة الفرقة 24 عن بالغ حزنها باستشهاد المناضل تسفاي ولد ميكائيل، وتعزي زويه ورفاقه المقاتلين وزملائه. مشاهدينا، فاصل قصير من ثم نعود لنوافيكم بالأنباء على الصعيد العالمي. على الصعيد العالمي، قال مسؤول في جمهورية الكونغو الديمقراطية لرويترز أن أكثر من 200 شخص لقوا حتفهم هذا الأسبوع في انهيار منجم روبايا للكولتان في شرق البلاد. وينتج روبايا حوالي 15% من الكولتان في العالم، والذي يتم معالجته إلى التنتالوم، وهو معدن مقاوم للحرارة يزداد الطلب عليه من قبل مصنعي الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر ومكونات الفضاء والتورينات الغازية. وقع الانهيار ولم يكن العدد الدقيق للضحايا واضحا. وقال المسؤول أكثر من 200 شخص كانوا ضحايا هذا الانهيار الأرضي، بما في ذلك عمال مناجم وأطفال ونساء في السوق. تم إنقاذ بعض الأشخاص في الوقت المناسب وأصيبوا بجروح خطيرة. أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مباحثات مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان بشأن التوتر المتصاعد بين طهران وواشنطن، فيما التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال زيارته إلى اسطنبول. ووفق بيان لدائرة الاتصال بالرئاسة التركية، جاءت مباحثات أردوغان وبزشكيان خلال اتصال هاتفي بينهما، وأكد فيه الرئيس التركي استعداد بلاده للاضلاع بدور ميسر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية من أجل خفض التوتر والتوصل إلى حلول للخلافات القائمة. وفي سياق متصل، التقى الرئيس أردوغان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في مدينة اسطنبول، وذلك بحضور وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وجرى اللقاء مغلقا. يأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة التي تلوح بضربة عسكرية ضد طهران، فيما أعرب النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف عن انفتاح بلاده للتفاوض مع الولايات المتحدة. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن حجم الصادرات العسكرية الروسية المخطط لها لعام 2026 سيشهد نموا ملحوظا. وأوضح بوتين خلال اجتماع موسع خصص لمناقشة قضايا التعاون العسكري التقني في موسكو أن روسيا تنفذ أو تخطط لتنفيذ أكثر من 340 مشروعا في مجال التعاون العسكري التقني والشراكات التكنولوجية مع دول أجنبية، رغم الضغوط المتزايدة التي تمارسها الدول الغربية على شركاء موسكو، مشيرا إلى أن 340 مشروعا تنفذ أو هي قيد الدراسة حاليا مع 14 دولة. وذكر أن روسيا أنشأت قاعدة متينة تتيح لها توسيع نطاق وجغرافيا صادراتها من المنتجات العسكرية، وأن القيمة الإجمالية للعائدات بالعملة الصعبة من التعاون العسكري التقني تجاوزت 15 مليار دولار، حيث تم توريد المنتجات العسكرية الروسية إلى أكثر من 30 دولة حول العالم. ارتفع عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا ليصل إلى أعلى مستوى له خلال 12 عاما، متجاوزا 3 ملايين شخص هذا الشهر، رغم أن أكبر اقتصاد أوروبي تجاوز اضطرابات التجارة وحقق نموا أسرع من المتوقع في الربع الأخير من عام 2025. ووعد المستشار فريدريش ميرتس بإحياء الاقتصاد بعد عامين من التراجع الطفيف، مؤكدا زيادة كبيرة في الإنفاق على البنية التحتية والدفاع. وذكرت بيانات مكتب العمل أن 177 ألف شخص إضافي أصبحوا عاطلين عن العمل
مقارنة بديسمبر 2025، ليصل الإجمالي إلى 3.8 مليون شخص. نهاية النشرة، إليكم أهم وأبرز العناوين. وزارة الزراعة تضع خطة عمل لعام 2026. جهود للسيطرة على الأمراض المعدية في مدينة تسني. شرطة الإقليم الجنوبي تقيم أعمال عام 2025. مقتل أكثر من 200 شخص في انهيار منجم بشرق الكونغو. أردوغان يبحث مع بزشكيان التوتر المتصاعد بين طهران وواشنطن. وبوتين يؤكد تسجيل زيادة كبيرة في صادرات روسيا العسكرية. سادتي سيدات، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. هذه تحياتي وتحيات الفريق العامل، شكرا لحسن الإسماع والمتابعة، ودمتم في أمان الله.